السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا متابعين مع بعض الدورة، او زي ما احنا متابعين مع بعض النهاردة تاني يوم لدورة الكتاكيت دي اهو ما شاء الله. اللمبة بس عاملة يعني عشان اللمبة حاساها قريبة، ثواني بس هرفعها وارجع لكم. هي الكتاكيت خايفة بس وراجعة لورا. النهاردة زي ما احنا متعودين مع بعض، النهاردة تاني يوم للفراخ غير يوم الاستقبال. هنشوف مع بعض هنعمل ايه للفراخ ونطمن على الحمام بتاعهم ونشوف الدنيا تمام. يا رب يكون واضح. هو يعني لسه مش باين بس الحمد لله يعني هو اقرب للطبيعي، بس انا حاسه ان في يعني ايه بعض الحمام انا مش شايفه حمام يعني، بس لا طبيعي اهو، بس انا حاسه ان ممكن يكون في بعض الاسهالات. فيعني طبعا ايه احنا هنعمل حاجه نتفادى بها الموضوع ده، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه ونرجع مع حضراتكم. ماشي تمام. خلطتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده، احنا نضفنا باقي التحضير وظبطنا دنيتنا، وهنحط حاجه بقى عشان موضوع الاسهالات. اول حاجه دي نشا، ماشي، وده النشا عشان الاسهالات عشان نتفادى موضوع الاسهالات، ولو في اي حاجه نحاول نظبط الدنيا. مفيش هي تمام زي الفل معانا. ده كركم، ده ايه كركم، يبقى معلقه ونص معلقه. الكركم ده يا جماعه صيدليه كامله متكامله، يعني حاجه كده تمام التمام. ولو بعد ما عملتوه لقيتوا الحمام بتاعه برتقاني او الحمام لونه متغير مش قوامه، لونه رايح للبرتقاني شويه، خلاص يعني كده يبقى عارفين ان هو لونه من الكركم مصفر، لون مصفر رايح للبرتقاني كده شويه. ما نقلقش، لان احنا طبعا الاكل الحمام بيختلف على حسب الاكل اللي احنا حاطينه. يعني لو طلعت لقيت اللون الحمام متغير ومش عارف ايه، ما تخافيش وما تقلقيش. اهو الحته دي بقى زي ما انتم شايفين كده، شايفين حاساها متبهدله من الحمام. هزودها بكبشه لان احنا في الحر الوضع مختلف يا جماعه. توضيح يعني الحر غير كده، انما البوكسه هتزودي، لو في البوكسه هتزودي برضه بس التزويد مختلف. يعني مثلا الدنيا اتبهدلت وسقايه مكبوبه وبتاع، هنتن ايه مغيرين خالص، يعني شايلين الفرش خالص، لان احنا في الحر الوضع مختلف، احنا مش في الشتاء. هجيب شويه تمله وارجع. اهو الحته دي اللي متبهدله بس اهي، اهو حاجه خفيفه خالص. احنا بقى في هنا ممكن نشيل كل اسبوع كل مش عارف ايه، ونشيل الظهريه الفرشه عادي خالص، نشيل الظهريه فده عادي خالص. ماشي تمام. انما نيجي بقى احنا كده ظبطنا الفرشه اهو، والحته اللي انا حاساها عايزه تتزود زودتها. هنيجي بقى للميه، هغير الميه واغسل السقايه واظبط الدنيا وارجع لكم تاني نشوف احنا هنعمل ايه في الميه. تمام. جبنا الميه وجبنا العلاج. طبعا احنا الكتاكيت سحبها قليل جدا في الميه دلوقتي، فانا عايزه احط حاجتين، او انا حاسه بموضوع الاسهالات ده فانا عايزه الحق نفسي. طب اعمل ايه؟ ده مضاد حيوي تنفسي، ده اللي احنا كنا جايبينه في بدايه الايه التحصين، ماشي. فانا هاخد منه 2 سنتي على الرتل اهو، ماشي. طيب طبعا انا عايزه احط محلول جفاف، لان الفراخ دي اتبهدلت مني، بمعنى كلمه اتبهدلت مني يوم التحضير او يوم الاستقبال. النور كان قاطع لحد بعد العصر عندي، وانا ما انطلقوش ولا اكلوا ولا شربوا. طبعا طالعين من امبارح لما ياكلوا تاني يوم العصر، الفراخ دي كانت متبهدله حرفيا، اتبهدلت مني بهدله السنين. بل ما جم وعرفوا ياكلوا ويشربوا، كان يعني قعدوا لهم فتره محترمه من غير اكل وميه. فاحنا بنحاول انا اعوضهم في كل وقت بايه؟
بمحلول الجفاف على الاقل الاسبوع الاولاني. فانا هحط من ده 5 سنتي على الرتل محلول جفاف او اكتر شويه، اسفه 6 سنتي او 7 سنتي عادي، محلول الجفاف ما يأذناش في حاجه. ومعاه في نفس السائل محلول المعوي التنفسي ده، المضاد الحيوي التنفسي. هحطه ونرجع مع بعض تاني. كده انا حطيت المحلول الجفاف والمضاد الحيوي التنفسي مع بعض في السقايه واحده اهم، في سقايه واحده. هقلبها ونرجع مع بعض تاني عشان ما نطولش عليكم وقت الفيديو. حطينا الميه اهو للفراخ عشان ما اطولش عليكم، ما الفراخ خايفه مني هناك اهي. يبقى احنا كده حطينا على العلف كركم ونشا، وحطينا في الميه المحلول المعوي التنفسي عشان اللي هو بيجي مع التحصين، وحطيت معاه محلول جفاف عشان انا فراخي كانت متبهدله وحاسه ان في اسهالات لان هما اتبهدلوا في الفتره الاولانيه. تمام كده انا قررت لكم كل حاجه معايا اهو. استهدوا بالله، بس في ايه مالكم تخانقوا ليه؟ ويا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.